أصدر الأسطورة ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بيانا رسميا للرد على عقوبة النادي التي وضعت عليه في الساعات الماضية. وقررت إدارة باريس سان جيرمان توقيع عقوبة على ليونيل ميسي بسبب سفره إلى المملكة العربية السعودية بدون إذن وغيابه عن التدريبات الجماعية الأخيرة. وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد أشارت إلى أن نادي باريس سان جيرمان قرر إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بالإضافة إلى توقيع عقوبة الخصم من راتبه. وخرج ميسي في مقطع فيديو نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتفسير سفره إلى المملكة العربية السعودية وامتصاص غضب الإدارة الفرنسية والجماهير الباريسية التي خرجت للهجوم على اللاعب. وقال ميسي في مقطع الفيديو: اعتقدت أننا سنحصل على يوم عطلة بعد المباراة كما هو الحال دائما، ولذلك نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها، كنت قد ألغيتها بالفعل من قبل. وأضاف ميسي في رسالته: أعتذر لزملائي في الفريق وأنا أنتظر ما سيفعله باريس سان جيرمان معي بالأيام المقبلة. وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل اللاعب حتى الآن للاتفاق مع النادي حول التجديد، مما يثير شكوك كبيرة حول رحيله عن حديقة الأمراء هذا الصيف. وارتبط ميسي بالعديد من الوجهات في الصيف المقبل، أبرزها من الدوري السعودي للمحترفين بعرض خرافي من نادي الهلال، بالإضافة إلى محاولات من برشلونة لإعادته إلى الأزمة المالية التي تعيق المفاوضات بجانب عرض من نادي إنتر ميامي الأمريكي.